بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبائي عشاق الكرة مع محترم، أنا النهاردة حبيت أتناقش معاكم في أول مباراة في الدوري الموسم 2024-2025 الأهلي وسيراميكا كيلوباترا. النهاردة النادي الأهلي بحقق نتيجة تاريخية، بيكسب سيراميكا كيلوباترا 5-2. سكور يا جماعة ما بنشوفوش غير في الدوريات الأوروبية الكبرى. النهاردة النادي الأهلي بدأ الشوط الأول بنفس تشكيل مباراة العين، إلا تغيير وحيد، ياسر إبراهيم خرج للإصابة، نزل مكانه يوسف أيمن، نفس تشكيل مباراة العين. النادي الأهلي النهاردة قدم شوط أول من أسوأ الأشواط اللي النادي الأهلي قدمها في حياته، وده باعتراف المدير الفني مارسيل كولر اللي قال في المؤتمر الصحفي ان ده من أسوأ الأشواط اللي انا قدمتها مع النادي الأهلي. وعايز احيي مستر مارسيل كولر على صراحته معانا، لانه بيقول اللي احنا بنشوفه، بيقول اللي احنا حاسينه. النادي الأهلي بدأ يا جماعة النهارده في اول 5 دقايق حسين الشحات كورة، هدف من الاهداف العالمية، هدف لا يصد ولا يرد، استغل خطأ الدفاع وبعت قنبلة سريعة المدى في محمد بسام، اللي على طول محمد بسام على طول حاطط ماتشات الأهلي، دايما بيبقى عنده حمية في ماتشات الأهلي، دايما بيبقى مركز. كان عامل لنا عقدة زمان بس الحمد لله العقدة خلصت. نادي سيراميكا كيلوباترا قدم شوط أول على أعلى مستوى. الكابتن أيمن الرمادي أثبت إنه مدير فني محنك، عمل شوط أول يعتبر نادي سيراميكا كيلوباترا في الشوط الأول تفنن في إهدار الفرص ضد النادي الأهلي، واللي ضيع مع النادي الأهلي يستقبل. النادي الأهلي مش هيسيبك شوطين ورا بعض تضيع فرص، هيقضي عليك على طول. اعرف النادي الأهلي العفريت بيجي بيقلب كل الفرق. النادي الأهلي في الشوط الأول كان نجم الشوط الأول محمد الشناوي، وفعلا الشناوي في حتة تانية. الشناوي أنقذ النادي الأهلي في الشوط الأول من تعادل أو هزيمة كانت هتربك حسابات المدير الفني. مستر مارسيل كولر النهارده عمل حاجه حلوه، عمل تغييرين بين الشوطين، نزل محمد مجدي قفشه مكان كوكا، ونزل خرج يوسف ايمن، نزل مكانه خالد عبد الفتاح. والنهارده النادي الاهلي زي ما احنا قلنا على سيراميكا تفنن في اهدار الفرص. النادي الاهلي يا جماعه في الشوط الثاني ضيع فرص، مش تفنن، ده ابدع في ضياع الفرص. الجون فاضي قفشه بره، امام في الجون فاضي، امام يحطها في العرض، وسام بره. الاهلي ادى ماتش عالمي، بس الاهداف اللي بيضيعها النادي الاهلي تنفع كلها تتسجل في مواقف وطرائف على الكوره اللي بتضيع من النادي الاهلي. النادي الاهلي في الشوط الثاني عمل مباراه كما يقول الكتاب. عايز اقول ان احنا محتاجين حد في خط الدفاع. الدفاع عندنا هش من اسوأ حاجه النهارده، ان احنا استقبلنا هدفين في اول مباراه في الموسم، والاهلي مش متعود على كده. ما حسيناش لحد دلوقتي بحد ملا مكان محمد عبد المنعم. عايزين لعيب في النادي الاهلي في الدفاع، ولعيب يكون حريف. لك ان تتخيل مين اللي نزل احتياطي في اخر الشوط الثاني؟ بيرسي تاو، رضا سليم، عمرو السوليه، وقبلهم قفشه. النادي الاهلي دكه بدلائه بتقوى، محتاجين مهاجم جنب وسام ابو علي. النهارده مكاسب كتير للنادي الاهلي. اول الدوري 5 اهداف، حسين الشحات هدفين، وسام ابو علي هدفين، الاثنين هدافين الدوري. كل يوم عن الثاني وسام ابو علي يثبت ان لعيب من طينه الكبار فنيا وسلوكيا. لما تسمع لوسام ابو علي في اللقاءات الصحفيه تعرف انه متربي عيل سلوكيا حلو. النادي الاهلي قدم لوحه فنيه في الشوط الثاني، لوحه تستاهل الاشاده، تستاهل التقدير. النادي الاهلي بدا يراضي جماهيره باداء ونتيجه. النادي الاهلي ان شاء الله هيكمل على نفس النهج
عايز اقول الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لجماهيره، الف مبروك للاعيبته، الف مبروك لادارته. وانت مع النادي الاهلي ما بتشبعش من الفرحه، ما بتشبعش من الاداء، ما بتشبعش من الحاجات الحلوه. احنا بنستنى ماتش النادي الاهلي علشان نستمتع بلاعيبتنا بنادينا النادي الاهلي. عايز اقول النادي الاهلي قدم مباراه فنيه عاليه، وخصوصا في الشوط الثاني. الف مبروك للنادي الاهلي، اثقلت عليكم. سلام عليكم.